الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة ان شاء الله. باذن النهارده احنا هنعمل معاكم الحلاوة الطحينية. احنا هنعمل الحلاوة الطحينية في الشتاء ليه؟ لان انتوا عارفين في الصيف الناس ما يعني ايه الحر والحاجات ديت، انما في الشتاء بيبقى تحب اليومين دول المدارس والاجازات، وتحب تعملي سندوتشات هتتاكل بالليل، هتتاكل الصبح. فقوموا تشجعي اللي عامله معايا الحلاوة الطحينية. المقادير بتاعتها ايه؟ اول حاجه ندخل على المقادير وبعدين نخش على التحضير. اساسي فيها الطحينه. الطحينه دي اساس الحلاوه الطحينيه، لان دي من اوائل الحاجات اللي بتدخل فيها. الطحينه هي يا جماعه الكوبايه المعياريه اللي تعايري بها الطحينه لازم تكون واحده في كل المعايير. اللي هتعايري بها السكر هي اللي تعايري بها بقيه المقادير. اول حاجه المقدار الاول ده مج طحينه، طحينه خام، وده مج سكر، ده خرز ولسه هنطحنه. السكر اللي يبقى مطحون يا جماعه عشان يبقى ناعم. ومعايا مج لبن بودره، اللبن بودره السايب. ومعايا مكعب فانيليا، مش عايزه تحطوش بس هو بيديلها نكهه حلوه. دي الطريقه اللي انا هشتغل بها النهارده، ان احنا بنستعمل الطحينه والسكر البودر، سكر بودر، لبن بودر، فانيليا. الطريقه التانية ان انت تجيبي عرق حلاوه من عند العطار وتغليه وتاخدي مقدار منه عشان ندخله في العجينه بتاعه الحلاوه. انما دي الطريقه دي الاسهل والاحسن ليكي وهتفهمها بكل بساطه. خليكي معايا كده يا حبايب قلبي. انا فضيت طحنت السكر الخرز، عملناه سكر بودره، تديه على المطحنه تكتين كده. وبعدين ايه نزلنا بالمقادير. اول حاجه السكر البودره نزلنا باللبن البودره، وبعدين هننزل بالفانيليا. حاجه بس للتطعيمه كده، هي مش هي اصلا اساسها الطحينه، والطحينه كفايه حاجه بس. وبعدين بننزل بالايه، بالمج الطحينه. وبعدين بنعجن العجينه بتاعتنا وسباتيولا زي دي كده. السباتيولا دي بتخلي المج تشيلك اي سوائل باقيه فيه، عشان ايه؟ دي مقدار ولازم تاخديه بالجرام. فالطريقه دي سهله وتسهل ليكي عمايل الطحينه في اي وقت. احنا عملنا معاكم قبل كده الجبنه الكريمي. هتعملي سندوتش جبنه كريمي لابنك، سندوتش حلاوه، وحاجه مضمونه وفي قلب البيت، وهتبقى ارخص من اللي انت تجيبها من بره. الحاجه عادت غاليه كده يعني، ما عادش في حاجه في المج اهو. اول حاجه هنقلب بالمعلقه كده المقادير بتاعتنا، وبعدين هنعجن بايدينا. انا جايبه علبه فاضيه، هي العلبه دي كان مكانها حلاوه، كانت عندي وغسلاها ومنضفاها وناشفه عشان ابقى اشكل فيها شكل الحلاوه زي ما انت بتجيبيه من بره. بس اهم حاجه ان احنا دلوقتي بالسباتيلا او بالمعلقه هتعجني كده، وبعدين بنروح نازلين بايدينا عشان تخليها تسمك وتبقى حلوه معاكي. لازم تعجنيها كويس وتكبسيها كويس في قلب العلبه اهو. اسلك بقى المعلقه دي، ننزل بايدينا بقى كده يا حبايبي. هي بقت كوره معايا، هي اتعجنت حلو. ده معايا العلبه بتاعت الحلاوه الفارغه اللي انا وريتها لكم، لبستها كيسه عشان نعمل الشكل اللي انت بتجيبيه من المحلات، ان هي قالب متماسك. هناخد حته بحته كده وهنضغط بايدينا تكبسي كويس، عشان اما تيجي تقلبيها تبقى معاكي واخده نفس الشكل، وما تبقاش فيها حتت مفرغه، وتبقى مكبوسه كويس اهو. اهما الكوبايه وكوبايه وكوبايه عملنا لنا العلبه دي اهو. انت بتجيبي العلبه دي، شوفي بتجيبها بكام في الايام اللي احنا فيها دي. شوفي هتجيبها بكام اهو. مش حاجه، وهم جم علبه هما. انا هكبس فيها بقى وارجع لكم تاني. انا كبستها كويسه هي، بس هي عايزه تتحط فين؟ تتحط في التلاجة تمسك او تشد، وبعدين نقلبها بقى نوريكم. وبعدين في معلومه عايزه اقول لك عليها، في ارضيه الكيس او ارضيه علبه ممكن تحط سوداني، ممكن تحط اي مكسرات عندك، زبيب، اي مكسرات في الارضيه، وتحط شويه عجينه بتاع الحلاوه الطحينيه، وفي النص برضه تحط شويه مكسرات، وفي وفوق برضه على الوش ممكن تحط مكسرات، بحيث تيجي تقلبيها تديك الشكل اللي انت عايزاه. بس احنا بنحبها ساده كده ولا بنحب. وممكن لو انت عايزه تعملها بالشوكولاته بتجيبي شويه كاكاو خام وتروحي عجناهم، او معلقه كاكاو عادي اي حاجه لو للي بيحب بالشوكولاته. انما احنا بنحبها ساده كده، فكده بتبقى جميله، بنعملها في سندوتشات بتبقى حلوه. فانا دلوقتي هحطها في التلاجة تشد، وبعدين ابقى اوريها لكم يا حبايبي. انا هقلب معاكم العلبه عشان نختم معاكم الفيديو، بس انا هحطها في التلاجة علشان تشد وتقطعها معايا، تقطعها شرايح، تقطعها سندوتشات براحتك اهو.
دي العلبه فاضيه اهي، وانا كنت ملبسه العلبه كيسه اهو. الحلاوه بتاعتنا لسه طريه، بس انا حبيت اعمل منها شكل زي ما انت بتجيبيها من المحلات بالظبط اهي. الحلاوه بتاعتنا عايزه ترجع التلاجة يا جماعه تجمد لانها لسه طريه، بس صراحه الريحه بتاعتها جميله ونفس الطعم اقسم بالله اللي انت بتجيبيه من المحل. وطريقه سهله وبسيطه جدا. ممكن تقومي تجيبي كوبايه طحينه، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودر، ذره فانيليا، وتروحي عاجنه المقادير دي كلها مع بعضها. تيجي الصبح تجيبي معلقه جبنه الكريميه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، معلقه حلاوه، وتعملي احلى فطار من قلب الدار. وده كان فيديونا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسوناش من دعمكم وحبكم ولايكاتكم الجميله، محرمش منكم ابدا ومن اشتراكاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.